9:08. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا على 107.6 وإذاعة الجسرين المحلية. معكم صديقتكم سهام اللي باش يتواصل المشوار معها حتى لل11، وطبعا باش نكونوا في متابعة ومواكبة للحدث الأهم. ديرنييرمون كنا ديجا في زيارة للسيد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد لطفي فياب اللي كان معناتها البارح في مقر الولاية، وكانت طبعا فعاليات هي من جملة فعاليات الأيام الجهوية الإعلامية التحسيسية والتوعوية اللي تندرج ضمن تثمين دور التكوين المستمر في دعم المؤسسات الاقتصادية، وطبعا دعم القدرة التنافسية بالمؤسسات الاقتصادية في العديد من الولايات بالجمهورية التونسية. ولعل البارح كانت هذه الفعاليات الأيام الإعلامية والتحسيسية بولاية القصرين. طبيعي جدا أنه كانت فما معناتها نوعا ما عدة نقاط معناها جاوا على إثرها، سواء كان معناتها في الطرح مع السيد الوزير، سواء كان في فقرة المتابعة، في فقرة الحوار أيضا والنقاش بعد معناتها كلمة السيد الوزير. وأكيد اليوم فما جانب احنا ربما جينا على العديد من النقاط، وفما زاد مخرجات باش نرجعوا لها معناتها في الحصة هذه، ولكن حاضر معنا السيد نبيل جرايدي رئيس الوحدة الجهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية اللي باش يرجع على آخر المخرجات لهذه الجلسة اللي كانت فعالية البارح بمقر الولاية، وباش نركزوا كما قلت في بداية الحصة على الترقية المهنية اللي هو جانب أيضا ربما ما تمش الحديث عنه بالشكل الكافي خليني نقول في النقاش وأيضا الحوار اللي صار معناتها على أثر كلمة السيد الوزير. رحب ضيفي الكريم اللي نورنا وشرفنا بحضوره في استوديو إذاعة القصرين المحلية سيد نبيل جرايدي، واللي باش يجي على المخرجات وعلى هذه النقطة تحديدا. مرحبا بك سي نبيل. مرحبا مدام سهام، وشكرا لإذاعتنا إذاعة القصرين اللي صوت الناس الكل وتعبر على مشاغل الجهة، ودور الإعلام بطبيعة كبير في تغطية لكل احتياجات الجهة ومشاغلها. ومن بين كما نتقدم لك انت شخصيا بالشكر على تغطيتك البارح للتظاهره نتاعنا نتاع التكوين المستمر واستضافتنا هنا في دارنا. وكان زاد معايا زميلتي فدوى قرمزي، خليني نقول معناتها باش نعطيه الكل حقه، فكان زاد زميلتي فدوى قرمزي في التغطيه الاعلاميه معايا زملائك. البارح كما تعرف الناس الكل صارت تظاهره يوم تحسيسي حول التكوين المستمر بولايه القصرين. وهنا نحب ننوه حاجة أنه هذا في إطار برنامج تحسيسي تقوم به الوزارة في كامل ولايات الجمهورية، واللي ينطلق بدأ في ولاية سيدي بوزيد يوم 9 ماي ولا، وبعدها صار متزامن يوم الخميس اللي هو أولامس في عديد الولايات. نهار 16 الخميس 16 صار في قفصة وأريانا ومدنين وبنزرت. والبارح القصرين ومازالت تباعا بقية الولايات. هي أيام إعلامية جهوية. هنا أريد أن ننوه لزيارة السيد الوزير أنه كل هالأيام التحسيسية اللي صارت في الولايات الآخرين ما تحولش لها خاص القصرين، ويوم التظاهرة نتاعنا بتكريم خاص وأشرف عليها بنفسه. ونتيجة بالطبيعة وتم التفاعل بين السيد الوزير وبين كل الحاضرين والمتداخلين في ميدان التكوين المستمر، وتم إثارة كل الإشكاليات التي فماش قطاع يعمل وما فيش إشكاليات، طرحت كل الإشكاليات وتم التوصية تجاوز وتثمين دور التكوين المستمر. والوزارة معنا في كل ما نقترحوه إن شاء الله، وهي أغلبيتها إشكاليات تشريعية بنقول من الجوانب التشريعية وهذا اللي حكينا عليه ديجا في الكواليس. وهو السيد الوزير بطبيعته مازال كي معنا حديث العهد بالوزارة، ومع ذلك من أول الملفات اللي اهتم بها هو أو أعطاه الأمر بإعادة النظر في كل التشريعات المتعلقة بالتكوين المستمر. وكل الإشكاليات هي مطروحة على الطاولة لتطوير والدفع
بمزيد التطوير والدفع للتكوين المستمر. طيب لو نحطوا شويه المستمع تو دابور في الكونتكست سي نبيل، ثم نرجعوا لنقطه التشريعات اللي احنا ديجا كنا اثرناها حتى في الكواليس سي نبيل. دونك نرجعوا شويه على الكونتكست جينيرال نتاع ليفينمون معناها مع الاخوين المستمعين، ثم لو تفضلت معناها انه يعني ربما تفسر لنا باكثر تفاصيل اشكاليه التشريعات. تفضل. كما معروف موجود المركز الوطني التكوين المستمر في تونس، يشرف عليه هيكل يعمل تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، هو المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، وهو ممثل في كامل تراب الجمهورية. في كل ولاية ثم وحدة جهوية، وبعض الولايات فيها وحدة جهوية ومعها ترقية عليا للشغل. المركز هذا يعنى بتطوير وبإدارة البرامج وآليات تمويل للتكوين المستمر اللي حطتها الدولة على ذمة المؤسسة وعلى ذمة الأفراد. والهدف منه هو مساهمة التكوين المستمر في تقوية القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية التونسية حتى تصمد، وحتى تزيد من قابليتها التشغيلية، حتى تحافظ على مواطن الشغل الموجودة، حتى تكون عندها قدرة على المنافسة في الداخل وفي الخارج. وهذا الكل باش تنجم تستثمر انت باش تحل المؤسسة، والا تنجم تجيب فلوس، تجي معك البنوك، تجي تستورد الماتريال، ولكن اللامان دوفر الموارد البشرية، يعني الموارد البشرية هي الأساس، هي اللي تحرك الماكينة، وهي اللي تدور الفلوس، وهي اللي تنهض بالاقتصاد. نعم. دونك دور التكوين المستمر هو تمكين كل العاملين في المؤسسات من مهارات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية حتى تنهض بالمؤسسة وتعطي منتوج جيد قابل للمنافسة على المستوى الداخلي والخارجي، وما تكونش مؤسستنا عرضة لصعوبات كبيرة، خاصة في مجال المنافسة. وتعرفوا البلاد والعالم الكل ولا قرية صغيرة وسوق حرة، دونك المؤسسة يلزمها تنهض، وما تنهض كيف بمواردها البشرية وبالكفاءات، وتكون معناتها ربما الآليات نتاعها متزامنة مع هذه التغييرات والتطورات اللي موجودة معناتها سور لو بلان مونديال، معناتها حتى على نطاق دولي معناها وعالمي. طيب التلقيحات ديجا كانت من بين المقترحات اللي انت تفضلت بقولها اثناء الجلسه، وفي النقاش معناتها ربما كانت النقطه الاهم، والنقطه اللي ربما معناتها حتى الكونفدراليه اللي كانت متجسده في شخص سيد توفيق الشعيري اللي كان ممثل على الكونفدراليه للمؤسسات المواطنه التونسيه اللي كان حاضر معنا ديجا، كانت النقطه اللي ربما اثارت معناتها نوعا ما اهتمام الجميع. اليوم احنا في حاجة إلى تنقيح لهذه التشريعات من أجل تفعيل ربما مبادرات أخرى قد تخلق ديناميكية اقتصادية في بعض الجهات سينابيل، وإلا لا؟ نعم، ما ثماش آلية وما ثماش حاجة ما هيش قابلة للتطوير، ما ثماش حاجة استغنات، ما ثماش حاجة ثابتة، يعني كله متحرك. يعني وقت اللي نقولوا اليوم ثم تشريع معين جاء في ظروف معينة لأداء خدمة معينة قد تتغير الظروف وبالتالي تتغير مع التشريعات فعلا. وبالتالي هكا علاش ديما نحكوا على ما تنجمش تتطور زاده وانت مقيد باجراءات اداريه. معناها ماهيش بتاع اليوم، اجراءات اداريه نتاع 2008 ولا 2009 ولا نتاع 2011. وبالتالي يلزم التطوير تشريعات حتى تواكب هي بيدها تطور النسيج المجتمعي، تطور النسيج الاقتصادي، تطور باش تسهل عمليه التعامل مع وتنفيذ هذه أنا هو أكثر قانون أنت تحس أنه لتفعيل هذه الديناميكية أنا رأي أنه قانون لازم تنقيحه. أنا قانون الأمر 292 المؤرخ في سنة 2009 لابد، والوزارة والمركز متاعنا المركز الوطني للتكوين المستمر يعني توا حال ورشة كبيرة لتغيير كثير من الفصول أو ربما تغييره كله، إعادة صياغته بما يتماشى. هذا هو الأمر اللي نظم آليات تمويل التكوين المستمر، هو الأمر 209 292 فوالا المؤرخ في 2009 اللي هو الأمر هذا على شيء يتكلم على تصرف في زوز آليات الأساسية لتمويل التكوين المستمر، وهي آلية التسويق على الأداء وفرصة باش نعرف بها شوية المؤسسات الاقتصادية، وآلية حقوق السحب. آلية التسويق على الأداء هو كل مؤسسة خاضعة للأداء
على التكوين المهني هي قاعدة تدفع في أداء شهري للدولة. وقت تجمع مجموع أداءاتها السنوية في السنة مثلا السابقة 2023 يطلع يفوق 1000 دينار، يحق لها مول برامجها للتكوين المستمر في حدود 60% من هذا الأداء. 60% تنجم تسترجعها للمؤسسة، معناها تعتبر إنكاس خاصة بها، خزينة خاصة باش تمول بها برامجها التكوين المستمر. ووقت اللي نجمعوا احنا نشوفوا المؤسسات، مثلا تلقى مؤسسات عندنا كيما لسان سي بي السيليلوز عندها مثلا 200,000 دينار أداها على التكوين المهني. عندنا شركة النقل كيف عندنا عديد المؤسسات اللي وقاعدة منخرطة معنا في البرامج. والآلية هذه زادة كما قلنا هي ينظمها الأمر 292 وهي قيد الدرس. الآلية الثانية هي المؤسسات اللي ما هيش خاضعة للأداء وما عندهاش من تمول تكوين المستمر، ثم تمويل مباشر من الدولة عن طريق آلية حقوق السحب اللي هي في نوعين: فردي وجماعي. فردي وجماعي. الفردي للمؤسسات اللي فوق أعوانها 10 فما فوق، والجماعي هي المؤسسات اللي الحرفية والصغيرة اللي يمثلها المنظمات الوطنية كما الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالقصرين، كما اتحاد الفلاحة. هذوما الاثنين معناها عندهم منضويين ومنخرطين تحتهم وعندهم غرف، وبالتالي هذوما ينجموا في كل مجال مهما كان باش يواكبوا به اساليب عمل جديده ولا تطورات تكنولوجيه. وهنا مثلا نجم قطاع مثلا اصلاح الراديو والتلفزيون. قبل كنا نعرفوا اللي التلفزيون نتاعنا اللي كانت موجوده في السبعينات والثمانينات الى حدود التسعينات معناها تلفز كبار من الحجم، وتبدلت المكونات نتاعها، ولت ال دي، ولت التلفزة الذكية انتليجنت، ولت مربوطة بالانترنت. دونك تم معناتها تحديثها. يلزم العباد اللي كانت تخدم في هذا المجال في الإصلاح نتاعها لابد أن تواكب التطورات، تتغير طرق الإصلاح تتغير وسائل العمل وتتغير. دونك ثم تكنولوجيات جديدة لابد من مواكبتها. قطاع السيارات كيف اسطول السيارات نتاعنا في السبعينات والثمانينات ما عندناش لابواتير توا بريسك، ثم دي بواتير دوني انتليجنت ولا بريسك انتليجنت. صحيح. دونك الاصلاح قبل مش كما اصلاح السيارات تو معناها ديزانجكتور، كارت الكترونيك، مام حتى تلقى معناها ميكرو اورديناتور معناها انتجري في السياره كهرباء تنجم تمشي ما نعرفش تقف. الحكايه كل حكايه ان بيس بيس صغير. دونك العاملين في القطاع كيف انه باش ينجموا يصلحوا الاسطول السيارات الجديده لابد ان يواكبوا التطورات التكنولوجيه في هذا المجال. قطاع الفلاحه والبارح تم التركيز برشا في الندوه على صحيح على جانب الفلاحه على الجانب الفلاحي، يعني جهتنا هي جهه فلاحيه بامتياز. وبالتالي الوسائل نتاع عمل الفلاحين ماهيش كما قبل كما تو، حتى طرق الري تو الري الكتروني ومتحكم فيه عن بعد، معناها طرق المداواة، طرق التسمين الابقار والعجول، هل طرق تغذيتهم معناها، والفلاحه البيولوجيه وعديد المجالات اللي يمكن يدخل فيها التكوين المستمر. وهذا علاش انا قلت الدور تاع التكوين المستمر مهم جدا. هنا نجي سامحني للفقره الاساسيه في البرنامج، وهو كما قلنا هو اسمه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقيه المهنيه. التكوين المستمر هو موجه النص الاول نتاع الاسم موجه للمؤسسات الاقتصاديه مهما كان حجمها من 1 إلى 1000 ولا 2000. والجزء الثاني هو موجه للافراد عبر الدراسه عن بعد. الترقيه المهنيه تمكن، هي آلية تمكن كل من يريد أن يحب يحصل على شهادة جامعية أعلى أو شهادة علمية أعلى من المستوى اللي هو فيه، ينجم يكمل قرايته عن بعد من داره من بيرو من كذا. وهذا نحن في الإطار هذا الوحدة الجوية للتكوين المستمر عملت عديد الاتفاقيات مع المؤسسات الجامعية بالجهة. الحقيقة أول ما بدينا مع ليزات عام 2012، بعدها ليزام عام 2013،
المرة الأولى كان التكوين والدراسة ما كانش عن بعد، كان دراسة حضورية ومسائية. وبعدها من 2016 كما قلنا واكبنا التطور والدراسة عن بعد مع سي ديجا معناتها هو هذا في حد ذاته يسمى تغيير، معناه هو في حد ذاته تغيير. ولا مواكب للتطورات التكنولوجية. دونك عندنا عديد الاختصاصات في الليزات وفي الليزام عاملين معهم اتفاقية ومنجزة، وهي دخلت قلنا من 2012 و2013. وبعدها عندنا اتفاقية مع ليسات واتفاقية مع المعهد العالي للإنسانيات بسبيطلة. إن شاء الله هذوما زوج اتفاقيات هذوما يتفاعلوا قريبا إن شاء الله. عندنا زاد اتفاقية وستدخل فعلا معناها في قد حتى العدد، حتى المتربصين أو الراغبين في التكوين موجودة القائمة وحاضرة، وإن شاء الله ننطلقوا في مع معهد السيف مركز التكوين والتدريب المهني بالقصرين اللي بحذا الاستاذ. ما شاء الله، معناتها انه تقريبا كل المؤسسات الجامعيه معناتها باش تدرجوا فيها الاليات هذه يعني. وسنواصل معنا حتى ان شاء الله من هنا لاخر السنه نعملوا اتفاقيات مع باقي مراكز التكوين المهني حتى يكون الترقيه المهنيه مفتوح، معناها محلول المجال لكل المستويات، من المستويات نتاع السي بي في التكوين المهني الى ما اللي هو مش حاصل على باك ياخذ بي تي بي ياخذ واللي حاصلين على البكالوريا ينجم يكمل ياخذ اجازته في مؤسسه التعليم العالي، واللي عنده اجازه يحب يعمل ماجستير ان شاء الله. ممتاز، معناتها ديجا تفتحوا لهم افاق ان شاء الله. ان شاء الله الافاق هي طيب محلوله وتزيد تتحل أكثر معناها. برافو، هذه هو اللي احنا ديجا معناتها خلينا نقولوا معناها في المبادرات هذه وبعد معناتها ارساء الاليات هذه ماذا بينا يتم معناتها، لانه احنا نعرفوا المعضله نتاع التشغيل ونعرفوا المعضله نتاع البطاله، وكما ذكرت في بدايه الحصه معناتها يا حبذا انه الاليات هذه تحد من اشكاليه البطاله المتضخمه في ولايه القصرين. طيب باش نحكيو على الفولي اللي ديجا اشرت ليه منذ البدايه سي نبيل، واللي هو الترقيه المهنيه، خاطر معناتها يلزمنا زيادة معناتها نحكيو عليه شوي، بما انه كما قلت معناتها حكينا على الفولي نتاع الفلاحه، المؤسسات الصغرى، المؤسسات المتوسطه اللي تحب تدمج معناتها وتدرج هذه الاليات من اجل معناتها الكفاءه وطبعا تطوير الكفاءات في المؤسسات الاقتصاديه وتطوير طبعا القدره التنافسيه، لكن ما حكيناش على الفولي نتاع الترقيه المهنيه، لو تحكينا عليه باكثر تفاصيل سي نبيل. هذا هو الترقيه المهنيه، هو اللي كنا نحكوا فيه، هو اللي حكيناه كل الاتفاقيات اللي صارت مع مؤسسات التعليم العالي ومع مراكز التكوين المهني هي تندرج في منظومه الترقيه المهنيه. وكما كنت نحكي تو الترقيه المهنيه هو من اجل الحصول مثلا تلقى عاون يخدم عاون عادي عنده البكالوريا يخدم عاون عادي في مؤسسه اداريه ولا في شركه ولا كذا، بمجرد حصوله على الشهاده الأعلى وقت اللي يقرأ معنا في التكوين عن بعد يقدم شهادته ويتم تنظيره وإعادة تصنيفه في مؤسسته وترقيته. أنا نعرف شكون مرة قرأ معنا في 2012 ولا 2013 في جيستيون في ليزات، كان عاون عادي في سيناساس، راني قال لي انا تو راني رئيس مصلحه في الاداره المركزيه في تونس بفضل الشهاده اللي خذيتها من ليزات. داكور، دونك هاول فاسيليتي ان تو بتي بو لا تاش الناس اللي ربما قاعده تسمع فينا واللي ما عندهاش بوتيتر معناتها اطلاع بالموضوع هذا، لو تسالنا نبيل البروسيسوس كامل معناتها المسار، معناها نقولوا احنا انسان باش يجي معناتها للمركز هذايا كيفاش معناتها يبدا المسار من البدايه للنهايه. ثم فما نقطه اخرى من بعد اذنك طبعا باش نحكيو عليه، اللي هي نقطه انه اليوم فما 5 مراكز منظره فقط في ولايه القصرين، وهو معناتها نوعا ما شيفر ضئيل شويه، معناه انتم مع وجود رقم ضئيل كيف ما هذايا في المراكز نتاع معناها التكوين المهني المنظر، ماذا بينا معناتها شنو معناتها رؤيتكم الاستشرافيه من اجل تفعيل مراكز اخرى قد تعنى بمثل هذه الاليات للتشغيل؟ مادام بالنسبه للتكوين المهني هو يلزمنا نفصلوا بين زوج مسارات. طبعا التكوين المهني هو من اختصاص نعرف التكوين المهني، هو صحيح تحت وزاره التشغيل نفس طبعا الوزاره وما وهذا انا الاختصاص معناه نعرف انهم متباعدين كمسارات معناه والاختصاص يعني بصدق ما عنديش المعلومه
اللي نجم نفيد بها المستمع حول الموضوع هذا. هو زملائنا واخواننا في التكوين المهني او في الاداره الجهويه للتكوين المهني والتشغيل ينجم يفيدوا المستمع بمعلومه ادق. انا مش نعطي معلومه في ميدان مش اختصاصي، انا اختصاصي تكوين مستمر واللي كنا نحكوا فيه تو انه بالنسبه للشهاده التي سيحصل عليها المتلقي خدمه الترقيه المهنيه من الوحده الجهويه للتكوين المستمر سيحصل على شهاده مش مكتوب فيها لا قراءه عن بعد ولا ولا حضوري باش ياخذها كنظرائه في التعليم النهاري، شهاده عاديه صادره من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. معناها ما في، وهي عاديه، معناها كيما الشهاده الكل. حتى قلت لك طبيعه الدبلوم لا يتم التنصيص فيها على انها مسنده عن بعد او حضوريه او نهاريه او عندها نفس الفاليديتي. نفس الفاليديتي، هي شهاده معترف بها تونسيا ودوليا. وعندنا زاد حوايج اخرى في الترقيه المهنيه. دور الترقيه المهنيه هو زاد الفاليداسيون دي كومبيتونس. ثم واحد عنده مثلا تلقى شكون عامل في قطاع معين عنده مجموعه من المهارات سوا ديزون في الانفورماتيك، يجي هذوك المهارات نتاعو نعملوا احنا اتفاقيه مع، وديجا عندنا موجوده اتفاقيه مع مايكروسوفت. ينجم يعمل فاليداسيون في الاكسل والوورد وكذا، ياخذ شهاده خبره. بعد تكوين يتلقى التكوين لمده 15 يوم ويجري امتحان تعمله له مايكروسوفت وعن بعد وعن طريق الترقيه المهنيه وياخذ شهادته. عندنا المشروع الجديد اللي هو تركز في الوحده الجهويه، وكان ولأول مرة طبعا أحد المشاريع المهمة اللي تتركز في البداية تتركز في القصرين، وهو مشروع مركز اختبارات أبتس. هذا اختبار حكينا عليه البارح في اللغة الإنجليزية. أنا نجي نقول أنا نتكلم راني بالباهي إنجليزية تعطينا شنو لابريفياسيون ابتس هكا، شنو لابريفياسيون تاعها تحديدا؟ هو اسم عالمي، معناها هي هذا مركز، هذه آلية اختبار عالمية يعملها بريتش كانسل انترناسيونال. المركز الأساسي نتاع ابتس هو موجود في مانشستر، ونحن عملنا اتفاقية المركز الوطني مع بريتش كانسل في تونس، وتم تركيز مركز اختبار أبتس في القصرين اللي سينطلق قريبا. وأنه كل من حاشوا بشهادة في اللغة الإنجليزية، وتعرف أنه خاصة تو الخروج لبرا والعمل في مؤسسات بالخارج وكذا يطلبوا ديما مستوى، يقول لك اعطيني ووتر نيفو ان انجلي باش تكتبها في السي في نتاعك، لا يكفي، لابد من اثبات. الاثبات هو شهاده من ابتس معترف بها دون لي 4 كون دي موند في كامل الحالة المعموره. وابتس هذا معناه محلول في 170 دوله. احنا حلينا هنا أول مركز اللي يحلوا المركز الوطني للتكوين المستمر، مركز اختبارات. لنا شرف أن الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بالقصرين عملت على أنه يتحل في القصرين، مش مع الناس في بقية ولاية الجمهورية، واستأنسوا بالتجربة. والإدارة العامة معناها بعثت زوز مراكز اختبارات أخرين بعد القصرين. جدي بيان بعد القصرين في تونس، والاخر في صفاقس وباش ينطلقوا قريبا. كما قلت لك معناها هذا مشروع جديد ولابد ان نعرفوا به الناس. الاختبار راهو باش يكون اون ليني توتالمون تكنولوجيك. تجي باش تقعد باش تلقى بي سي في الوحده الجهويه قدامك، باش تلقى ميكرو، تلقى كاسك، وتلقى كاميرا قدامك، ويدخلوا معك اللي يدخلوا معك لي اكزاميناتور من مانشستر، من بريتش كانسل. داكور، يبداو ديجا تكنيك الجهه هذه، ويجرب معاك لي 4 كومبيتونس. داكور، يبقى لي زيفاليي باش يقيم لي كومبيتونس تاعك في الكتابه والقراءه والسمع والفهم بالانجلي، écouter, parler, écrire et s'exprimer. المهم voilà quatre compétences les fortes skills، ويخرج لك فيهم الشهاده هذيك هي معترف بها في كامل. هو ثم سياسات مثلا بعض في العالم، مثلا بعض الشركات تجيب يحبوا ينتدبوا
شركه مثلا تاع اير فرانس والا شركه تاع طيران في الخليج، يجي باش ينتدب مثلا 20 او 50 موظف مثلا في موظف استقبال في الطيارات ولا في المطارات ولا بالطبيعه اللغه الانجليزيه ولا مضيفين في الطيارات مطلوبه. من بين لي بيس اللي يطلبوها هو سيرتيفيكا ابتيس. هاو ديجا في بالكم سي ديجا تري امبورطون. دونك انا نستنوا شكون باش ياخذ اول واحد شهاده ابتيس من القصر ان شاء الله. طيب ماذا بينا اول شهاده تصدر في تونس تصدر من القصر لان يعني المركز تركز في القصر. اي كومون من كان الاسبق؟ انتم كنتوا الاسبق طبعا. لا انا نحكي من كان من ولاده البلاد اللي باش ياخذ الشهاده. داكور. شكون باش ياخذ الشهاده؟ انا نستنى ان شاء الله في القريب العاجل. طيب الاختصاصات اللي خدمت نورمالمون في مركز التكوين المستمر شنو كانت الاختصاصات تحديدا سي نبيل؟ يعني انه اللي يجيو معنا باش يعملوا التكوين المستمر عندكم شنو كانت الاختصاصات اللي خدمت تحديدا؟ يعني عندنا بالنسبه لليزات خدمنا على الهندسه الكهربائيه سابقا، خدمنا على زاد جروب نتاع ميكانيك، خدمنا في التصرف جيستيون، خدمنا في اداره الاعمال. يعني خرجنا ما شاء الله تخرجوا برشا معنا خريجين نتاعنا في هذا. خرجنا في المحاسبه وماليه وبكلها راهي اجازات نحكي ما شاء الله. معناها سي تري بيان. الانفورماتيك تكنولوجيا انفورماتيك زاد حلينا دي كلاس وعندنا وتوا حاليا معناها عندنا هذه محاسبه وماليه قاعد يقرا جماعه اديسونس، يقرا من داره ومن بيروه وفي تفاعل زاد مباشر مع اساتذته كامل عن بعد كامل الاسبوع، ويمشي كان نهار لحد مراعاة لانهم اللي شغالين لانهم هما يخدموا ما ينجموش يحضروا. كل يوم يخدم على روحه ويقرا في اي وقت يناسبه عن بعد، وعنده مطلوب بيوم واحد للحضور في الاسبوع في مؤسسه للاشغال التطبيقيه وللبراتيك داخل الجامعه. وهنا بلاي ما عندنا زاد الهندسه الداخليه معناها اختصاصات متعدده ما شاء الله. معناها المركز يعني المعهد العالي للفنون والحرف عندنا معه زاد من 2012 خرجنا عديد الدفعات في الهندسه الداخليه، والدفعات هذوما راهم ناس اولاد القصريين يخدموا في اداره القصريين فيهم في القطاع الخاص في اي ويحب يحصل على شهاده وخذوا شهادتهم. وعندنا زاد من التربيه، عندنا من الامن مأمنين، معنا خذوا معنا الشهاد اعوان، عندنا معلمين، عندنا قيمين، عندنا كلهم خذوا شهاده عليا وما زال المجال مفتوح. وبالعكس وتزيدوا تشاركوا نعمل على اخرى يعني نعمل انه ان شاء الله تكون فما اختصاصات اخرى تصب بالوحده بالضبط. وبعد ما نزيدوا نفعلوا الاتفاقيات اللي هي مع المعهد سبيطله نتاع الانسانيات في نورمالمون 3 فيليير، فما تنشيط سياحي ولسات زاده تعليم وزيدها مراكز التكوين المهني زاده باش يدخلوا معنا في المنظومه. ستكون معناها ان شاء الله نستجيب لكل حاجيات الجهه في ميدان الترقيه المهنيه. تري بيان. دونك جوست هكا النقطه اخيره ربما معناتها في الحوار الشيق اللي كان معاك واللي اكيد معناتها في افاده واضافه كبيره للمخيين المستمعين، ان شاء الله يكونوا معناتها في المتابعه معنا في اللي كنت تحكي فيه على خاطر تري امبورطون. ان فيت ديما للناس اللي تقول هكا اللي عندها ديما لو بريجوجي احنا اليوم القاسرين هي نسيج اقتصاد. بون c'est pas un préjugé, c'est un constat. خليني نصلح الكلمة. C'est un tissu normalement économique un tout petit peu غش. خليني نقول معناتها نسيج اقتصادي هش معناتها نوعا ما. للناس هذوما انت شنو تقول سي نبيل؟ الناس هذوما مزيد التكوين، مزيد اكتساب المهارات. يعني مش لازم تكون تفضي الى دبلوم، تنجم اللي يحب يفضي الى دبلوم عندنا كما كنا نحكوا توا الاتفاقيات اللي عاملينها من مع معهد التعليم العالي ومع مركز التكوين المهني نجم ياخذ معناها دبلوم، وثم زاد اكتساب مهارات في دي ستاج اكول ديري، يعني تكوين تاع 3 ايام في مجال معين، في مجال بار اكزومبل تقطير النباتات المعروفه بها الجهه مثلا، المعروفه بها الجبليه في الجهه باش يصنع برودوي معين هو يصنع فيه كما جاء، ثم مهارات ينجم يكتسبها من خلال التكوين باش يطور آلية انتاجه ويولي ينتج اكثر ويتطور الى نسيج اكثر وتبادل خبرات بين الحرفيين مهم، وكله في اطار التكوين المستمر. دونك pour récapituler سي نبيل، دونك
ثم معناها فولي أول من خلال مداخلتك الأكثر من قيمة في تنقيح التشريعات اللي ربما تساهم بشكل كبير في خلق آليات تخلق بدورها ديناميكية اقتصادية بصلب المؤسسات، وثم زاد كما قلت انت معناتها توا نسيج اقتصادي هذا صحيح، ما فما حتى اثنين معناتها يختلفوا في أنه ولاية القصرين ربما تتذيل ربما المشاريع التنموية، المشاريع الاقتصادية اللي تساهم في ديناميكية الاقتصاد في هذه الجهة. ولكن إذا كان اليوم خدمنا على آليات تنجم تخلق من خلال التكوين المستمر بطبيعة الحال، أكيد هذا باش يخلق ديناميكية اقتصادية واحد، واثنين باش يحد من تفاقم إشكالية البطالة بالطبيعة. هذه معناتها سوسون معناتها لي كونسيكونس لوجيك نتاع المسار هذا. بالضبط، هو التكوين المستمر من أهم الأهداف نتاعو هو الحفاظ على مواطن الشغل. أنت كي تحافظ على العباد اللي تخدم تطور لها مهاراتها باش تبقى برك في مواطن شغلها، انت حافظت على مواطن الشغل، فانت تعتبر بشكل او بآخر ساهمت في التشغيل وفي تقليل البطالة. وأيضا خلينا نمشيو حتى المأبعد من هذا، خلق فرص للقدرة التنافسية، خاطر أنت كي باش تعمل كفاءات كبيرة وربما تكون معناتها مطلعة في المجالات متاعها وعندها ربما خبرة أكبر، هذا يخلق تنافس حتى مقارنة بالمؤسسات الاقتصادية اللي تنجم تكون معناتها على نطاق وطني، معناتها خليني نقول مش فقط في تونس أكهو، تنجم تكون زادة قدرة تنافسية حتى على نطاق دولي، خليني نقول. وهذا أكيد إذا كانت كفاءة مستمر تنجم تكون حتى عندها فاعلية حتى على نطاق دولي، ضرورة تفسر على الوطن معناتها. القصريين بلادنا تسخر بالكفاءات إفكتيفمون. القصريين معناها مش غريب عليها أنه يكون عندنا معناها كفاءات كبيرة ياسر، ولكن لابد أن توضع التشريعات والقوانين في خدمة كل الكفاءات أكيد. بالجهة هنا نحب ننوه الحاجة، شكر خاص إلى كل أكريت معناها قديش متداخلين في التكوين المستمر، شكر خاص إلى كل الأطراف اللي تتعامل مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر على مستوى جهوي. نحكي على الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني اللي نعمل بتنسيق، وهي تمثل سلطة الإشراف، نعمل بتنسيق كامل معهم، إلى كل مسؤولي معهد مسؤولي التعليم العالي في الجهة اللي أمضينا معهم اتفاقيات، إلى الشركاء المهنيين اللي هم المنظمات، اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الفلاحة، نخدموا مع بعضنا بكل تنسيق تضافر المجهودات وبتضافر مجهودات الناس كل، وما ينجمش ينجح حتى مشروع اللي هو قاطرة للتنمية بدون تضافر جهود الناس كل. وكما ريتوا انه متداخلين نتاعنا كثر وما همش شويه. صحيح. وزاد زملائنا مديري مراكز التكوين المهني في الجهه اللي عملنا ديجا اتفاقيه مع مركز تدريب. وتحيه زاد لسي محمد العارمي اللي هو المدير الجهوي للتشغيل، لانه كان زاد في قلب الحدث. نعم نحيوه وذكرناه بانه قلنا قاعدين نعملوا في تنسيق كامل مع الاداره الجهويه للتشغيل والتكوين المهني اللي يرأسها سي محمد العارمي وكل زملائه في الإدارة. أكيد. دونك تضافر الجهود، مزيد تضافر الجهود أكيد في هي آلية من آليات التنمية التكوين المستمر. وشكرا خاص لإذاعتنا إذاعة القصرين ولي شخصيا مدام سي. يعيشك الله.